ثلاثة. رحب فيك ابو احمد. بيك ونرحب بالكابتن الكبير معانا اليوم على طاوله واحده نسعد بيه الزميل عبد العزيز. خايف انت من الجمعة؟ عمري ما اخاف، انت تعرف كلمتي، انا ما اخاف. طب خليني قبل ما اروح لعبد العزيز الزلال، فرضنا فاز الهلال ورجعت السلسلة. ما في سلسله، السلسله ديك ما هي سلسله، وعندي وجهه نظر فيها ما له داعي. لا ماشي، بس احنا مشينا احنا نتكلم انه كان في فترة فوز 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 الهلال، انت كسرتها. طيب الان الجمهور هل متحمل ان ترجع القصة؟ انا اذا داخل العب مع الهلال وماني حاطط في اعتباري انه الهلال ممكن يفوز، انا معناته عايش في عالم اخر. الهلال طبيعي ممكن يفوز ولا فيها، والاتحاد عنده اولويات معلنه هذا الموسم بالنسبه للبطولات، يمكن ما اتفق معها بس معروف اولويات. كم تعطي بالمية الاتحاد يفوز وكم تعطي بالمية؟ 50-50. اجى تعادل، النصراوي هو اللي يبغى التعادل النصراوي. لا مو شرط تعادل، اقول 50 يفوز الاتحاد و50 يفوز. اليوم كان حديث مدرب الاتحاد واضح، الصراحه عجبني، جميل، فريق قوي وفريق مرصع. الهلال الفتره الحاليه وضعه الفني افضل من الاتحاد، الاتحاد صاعد لمستوى، يعني ترشيحات كذا على الورق نقول الهلال يفوز على الاتحاد على حسب كلامك يعني. لا ها. عمري ما اقول كلاسيكو وكل شيء ممكن فيه وارد، والمباراه لا تنسى في ارض الاتحاد، جماهير الاتحاد دائما لها كلمه. طيب طبعا في خلصت تذاكر المباراه على فكره، يمكن باعوا 51,000 هذا تذكره. الاتحاد يا بدر، هذا الجمهور، هذا الحي يحييك، هذا الاكبر مسوق للدوري السعودي يا بدر. كرموا كل الدنيا الا جماهير الاتحاد، يا رابطه يا رابطه كرمتوا اللاعبين وتكريمكم من الموسم ده ممتاز. جماهير الاتحاد انا ما اقول يعني كرموا جماهير الاتحاد بس، لا، في معيار، اكبر حضور جماهير الاتحاد، كرموهم، استحقوا، بيسوقوا الدوري، ما يبغوا ركن اساسي للنجاح. ما يبغوا مشاكلهم. فين المشاكل؟ عندك معيار. ايوه الجمهور تعرف الثاني حيزعل. لا معيار عندك. جمهور الاهلي حيزعل وجمهور النصر جمهور الاهلي، جمهور الاهلي، جمهور الهلال، جمهور النصر. تعال انت حقق اللي حققه الاتحاد في عدد الحضور عشان نقول معيار واضح. يرد عليك الهلالي يقول لك يا حبيبي لان التذاكر عندك اسعارها رخص، فبالتالي وسعه الملعب عندك اكبر، لما يصير عندي ملعب زي حجم، عارف قضيه جدليه ما لا هذا الكلام مردود عليه. في استاد الامير عبد الله الفيصل انا اعلى، في مكه اروح العب انا اعلى، فده الكلام لا حد يسوق له. نرحب عبد العزيز الزلال معنا. ابو خالد. هلا وسهلا ابو بدر وضيفيك الكريمين نور الدين الزكري والزميل العزيز عبد الله فلاته، ان شاء الله ليله جميله باذن الله. الجمعه الى اي درجه قلقان؟ ما فيها قلق يا ابو بدر، لقاءات الكبيرين الهلال الاتحاد دائما كلاسيكو، مباراه كبيره، مباراه جماهيريه، موعدين بمتعه، بس الاهم شيء انه اذا فاز الهلال لا احد يقول تحكيم والحكم ظلمنا والحكم هزمنا، في النهايه فريقين كبيرين. عبد الله فلاته بيجهز الدواء قبل الفلعه. طيب خلينا نبدا الحلقه. يا اخي قول ان شاء الله دي المره التحكيم يجي مع الاتحاد، واجي انا اعترف لك اقول والله الحكم فوزني اول مره في حياتي. طيب نبدا الحلقه. ابو احمد كيف تبين ارد عليك في التحكيم وانت النصر لما هزمك مباراتين كان حديثك كله مباراه جميله وممتعه وما تكلمت عن الحكم ولا تطرقت الالوان تفرق، الالوان تفرق، الالوان تفرق. ماني قدام نادي الرياض بالكوع قبل مباراة الاتحاد، ولعب بعدها ب4 أيام وسجل هدف سينمائي على الاتحاد، وكنت مبسوط بالهدف، ورونالدو كان يتكلم بصوت عالي عند الجماهير، وكان يسألك أبو بدر عن كلام رونالدو تقول هدف جميل بعد ما ضاع. اسمح لي أجاوبك بس. نناقشك في الحكام. أول شيء مباراة النصر والاتحاد أول ما نتكلم فيها مو دي الأخيرة اللي قبل اللي كان فيها أخطاء تحكيمية، أنا قلت رئيس لجنة الحكام جانا اللي فيها تابع متبوع معتذر. لا تهرج كلام جمهور، أنت أرفع من كده عارف. انا تكلمت فيها رياضيه، عرفنا من الاصفر الكبير. تابع ومتبوع. طيب تابع متبوع. خلينا عبد العزيز الحوار يكون افضل، تفضل. ايوه يعني لما نيجي نتكلم عن الاتحاد تابع، ترى اللي يقول الاتحاد تابع هذا مغفل. اساس الكوره في بلادك الاتحاد. ما ردت وبس ما حقول انه لا رديت. لا والله رديت. طيب خلاص الخلاصه انا اقول لك يوم سالني ابو بدر عن، لا عشان انا مش هنقعد لما سالني ابو بدر عن قال لك ابو بدر بيجونك بعدين يقولون هذا استنى بس على كريستيانو. خلي يجاوب عشان نخلص. الحين صارت صعبه. اوكي وصلت عبد العزيز تفضل. لما سالنا عن كريستيانو احنا كنا نتكلم مباراه الهلال والاتفاق. ثاني حاجه انا بالي مع كريستيانو، ماني مع الحركه اللي سواها، والله ولا شفتها، والله ما شفتها. ايش ما شفتها؟ عرفت لك انا ما شفت. انا كان بالي ما عديت الكروت اللي عليك. انا بالي مع رده فعله
بعد إهدار ركلة الجزاء. إيه. عجبني طيب إيش رأيك في اللي سواه يا عبد مهاجم؟ العزيز الله بعد يرضى ما عليك، سمعت استنى لا عبد العزيز اصبر، لا ما يصير كذا، نبغى نخلص. استنى انا بس بعطيك بعدين 30 ثانيه واروح العناوين. علشان يلا أقدر 1 أرد عليك. 2 ها. كريستيانو انا بالي مع اهدر ركله جزاء، شغلي في الملعب، انا مالي ومالي الا برا. شفته على طول عمل شغل جميل. انزاجي وين كان فيه؟ انزاجي لما انتقدت على الخط وين كان فيه شكرا إنزاجي؟ لكم. كان في يسنتر. مفاجأة مدوية 5 أسماء بارزة خارج قائمة نادي الهلال في دوري روشن السعودي في الموسم الجديد. استقال المدير الفني لنادي الهلال الإيطالي سيميوني إنزاجي عن استبعاد 5 لاعبين من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي سيشارك في الدوري السعودي في موسمه الجديد. ويأتي هذا القرار في إطار إعادة هيكلة الصفوف وتجهيز قائمة أكثر تنافسية للموسم المقبل من أجل تحقيق لقب الدوري الذي خسره نادي الهلال في الموسم المنصرم. وبحسب ما تم كشفه من خلال المصادر الإعلامية فإن اللاعبين المستبعدين هم محمد القحطاني وكايو سيزر وعلي البليهي وخليل فرديف ومحمد الزيد. وأثار القرار حالة من الجدل بين جماهير نادي الهلال، خاصة وأن بعض الأسماء كانت ضمن العناصر الأساسية في المواسم السابقة. وحسب التقارير الصحفية فإن إنزاجي يسعى إلى تقليص القائمة وتوجيه الفرصة للاعبين الأكثر جاهزية بدنيا وفنيا، مع التركيز على تدعيم بعض المراكز بلاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري. هذا وتشير التوقعات إلى أن بعض هؤلاء اللاعبين قد يرحلون بشكل نهائي عن صفوف نادي الهلال، بينما قد تتم إعارة آخرين بحثا عن فرصة للمشاركة بشكل أكبر في أندية أخرى في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك ضمن سياسة نادي الهلال لإدارة عقود لاعبيه بمرونة كبيرة. كما أيضا تستمر التطورات والمتابعة بشأن مستقبل الصربي ألكسندر متروفيتش مهاجم نادي الهلال، والذي يقترب من الرحيل عن صفوف نادي الهلال مع بداية الموسم الجديد. فوفقا للتقارير الأخيرة الواردة من نادي الهلال بات متروفيتش قريبا من مغادرة الفريق، خاصة بعد التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، مما قلل من فرصة مشاركة في الموسم الجديد. وأوضحت المصادر إلى أن إدارة نادي الهلال تتحرك لإنهاء عقد متروفيتش بشكل رسمي عبر دفع المبلغ المتبقي له من تعاقده مع نادي الهلال والمقدر ب 25 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 100 مليون ريال سعودي. وعلى الرغم من أنباء رحيل متروفيتش عن نادي الهلال، إلا أن اللاعب لا يزال يواصل برنامجه العلاجي وينتظر قرار إنزاغي حول مستقبله مع الفريق. كما أكدت التقارير الواردة مؤخرا إلى أن أحد أعضاء نادي الهلال سيتكفل شخصيا بدفع هذا المبلغ من ماله الخاص لتسهيل عملية فسخ التعاقد بين الطرفين وضمان رحيل اللاعب في أسرع وقت ممكن عن صفوف الزعيم. وفي سياق آخر، أعلنت إدارة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الجدول الرسمي لمباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الخميس الموافق 28 من شهر أغسطس من عام 2025. وقد تم إعداد جدول الموسم الجديد بما يتوافق مع الرزنامة السنوية التي تجمع بين البطولات المحلية والدولية، بالإضافة إلى فترات التوقف، حيث تستغرق أيام التوقف 15 يوما من عمر الموسم الكروي، فيما يتبقى 179 يوما مخصصة لإقامة مباريات الدوري. وتنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه يختتمه بمباراة خارج أرضه، مع مراعاة زراعة وصيانة الملاعب في فصل الشتاء، بجانب ترك فترة راحة لا تقل عن يومين قبل أي مباراة من مباريات الدوري. وستكون أولى مباريات نادي الهلال في دوري روشن السعودي في الموسم الجديد ضد نادي الرياض يوم الجمعة الموافق 29 من شهر أغسطس، فيما يقام كلاسيكو الهلال والاتحاد يوم 24 أكتوبر في الجولة السادسة على ملعب الإنماء، بينما يلعب نادي الهلال ضد القادسية في الجولة الثانية على ملعب الكينغدوم أرينا. وستكون المباراة يوم الجمعة الموافق 12 من شهر سبتمبر في تمام الساعة 9 مساء. وتم تحديد كلاسيكو الهلال والأهلي في الجولة الثالثة، وسيكون يوم الجمعة الموافق 19 من شهر سبتمبر على ملعب الإنماء، فيما تم تحديد مباراة الهلال والأخدود في الجولة الرابعة، وستكون يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر من عام 2025. فيما يقام كلاسيكو الرياض الكبير بين نادي الهلال ونادي النصر في الجولة الخامسة عشر على ملعب المملكة أرينا ملعب نادي الهلال. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.